ازيكم يا شباب. الفيديو النهارده هيكون تعريفي عن البروجكت اللي هنعمله في الكورس بتاعنا. وزي ما احنا شايفين كده الفايل اللي قدامنا ده، البرنامج ده عموما اسمه فيجما. وده بيستخدمه الديزاينرز عشان يعملوا عليه ديزاين ويب سايت ابلكيشن او ايا كان. الديزاين اللي بيعملوه بيكون على فيجما، واحنا كديفلوبرز بنبتدي يبقى لينا اكسس على الفيجما ونشوف التفاصيل بتاعت الديزاين كلها عشان نقدر ناخد الحاجات اللي احنا محتاجينها ونحطها عندنا في الويب سايت. فاللي احنا هنعمله في الفيديو ده، هنشوف كده البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه شكله عامل ازاي، ايه تفاصيل، ايه السكشنز اللي هنبتدي نبنيها، وايه الحاجات اللي هنتعلمها في الرحلة دي لحد ما نبني البروجكت كامل. فأول حاجة هنعرف ازاي نطلع الحاجات اللي احنا محتاجينها من فيجما. يعني هنشوف الانترفيس بتاع البرنامج عامل ازاي اقدر ان انا اشوف السكشن، اشوف الفونت، اشوف المقاسات، ازاي مثلا اشوف المقاس بين ايتم وايتم. الحاجات دي كلها هنتعلمها. ازاي اطلع الصور عشان احطها عندي في الويب سايت. اشوف الالوان، ايه الهيكس كولر بتاع الالوان عشان ابتدي احطها برضو في الويب سايت. فكل التفاصيل دي لازم نبقى عندنا فكرة او خلفية عن البرنامج اللي هنشتغل عليه اللي هو فيجما. هو للديزاينرز، بس احنا لازم نتعلم جزء ولو بسيط عشان نقدر نخلص شغلنا عليه. فده اللي هنتعلمه عن فيجما. الحاجة التانية، خلينا دلوقتي نشوف تفاصيل الديزاين اللي احنا هنعمله. وهو كالتالي ان احنا هيبقى عندنا هيدر. طبعا الهيدر والفوتر انا عايز بس اقول نوت صغيرة كده، ان احنا هنبنيهم في نفس الصفحة. انا عارف ان الهيدر والفوتر بيبقوا حاجة جلوبال وبيبقوا ظاهرين على الويب سايت كله، بس مش ده اللي هنعمله عشان هنحتاج ان احنا نفهم عن حاجة اسمها التمبلتس او الجلوبال تمبلتس. فده هيكون في فيز 2 اللي هو الادفانسد. فاحنا حاليا هنبنيه في نفس الصفحة بحيث ان هم يبقوا جاهزين، ولما ندخل فيز 2 ناخدهم كوبي بيست ونبتدي نفهم التمبلتس بتشتغل ازاي. فهنبني هيدر وفوتر. عندنا هنا هيرو سيكشن. طبعا كل سيكشن يعني نفهم بقى الطريقة بتاعت الكورس هيمشي ازاي. احنا مش هنبتدي نبني على طول، لا، انا هنا عندي السيكشن ده بيتطلب مني اني افهم الفليكس بوكس. فيبقى في كورس او ليسون الاول عن الفليكس بوكس. بعد ما نخلصه نروح جايين في الليسون اللي بعديه بانيين السيكشن اللي هنستخدم فيه الفليكس بوكس. بعد كده هنا حاجة مثلا ممكن نستخدم فيها فليكس بوكس او جريد. احنا ممكن نشوف الحاجتين. هنا هيكون جريد، فلازم اتعلم الاول الجريد عامل ازاي عشان بعد كده اخش اطبقه على السكشن. فهيبقى مش كل الليسونز ان احنا بنبني حاجات هنا، لا، الليسون ان انا بتعلم الفاندامنتالز اللي انا محتاجها، وبعدين الليسون اللي بعديه ببتدي اطبق واعمل السكشن المناسب مع الحاجة دي. طبعا بالتوازي هنكون بنعمل مثلا السكشن ده على الديسكتوب، في نفس الوقت بنعمله على التابلت والموبايل. فهنشوف الترانزيشن ده هيمشي ازاي، وازاي ان الديزاين بتاعنا يكون دايناميك بحيث ان هو يبقى مناسب للشاشات كلها. فخلينا نشوف كده السكشنز واحده واحده عاملين ازاي. هيرو سيكشن. بعد كده عندنا السيكشن التاني هيكون موجود فيه بعض اللوجوز. السيكشن التالت هو يعتبر كأننا بنعرض السيرفيسز بتاعتنا او البرودكتس بتاعتنا. زي ما انتم ملاحظين هو كل الكلام لورم ابسوم ده عبارة عن بليس هولدر موجود عشان احنا ما عندناش كونتنت يعني نحطه في الويب سايت، فمجرد بس كلام كده نملى بيه الفراغات. السيكشن اللي بعد كده وده هنتعلم فيه يعني او هنستخدم فيه الحاجتين مع بعض، الجريد والفليكس بوكس، بحيث ان احنا نعمل الشكل ده. وكمان هنستخدم ال CSS في ان احنا نخليه يرتب لنا السكشنز. ازاي يعني؟ أنا مثلا هنا عندي صورة شمال وصورة يمين. انا مش هفضل كل سكشن اعمله. يعني مثلا هعمل السكشن ده، هعمل له دوبليكيت، بعد كده اجيب الصورة يمين والكلام شمال، بعد كده الكلام يمين والصورة شمال. مش هنفضل نعمل ده بايدينا. احنا هنحط كود CSS يبتدي هو يظبط لنا الحاجات دي بحيث ان كل رو يتعمل ياخد الترتيبة بتاعته الصح في المكان الصح. دي برضو هنشوفها في الكورس. بعد كده عندنا ال FAQs ال Frequent Asked Questions. وده عبارة عن accordion بيفتح ويظهر التكست اللي جواه، والكلام اللي على الشمال ده هيكون sticky بحيث ان احنا طول ما احنا بنسكرول في الجزء اليمين ده الجزء الشمال ده ثابت وظاهر قدامنا.
بعد كده فورم بسيطة جدا، احنا مش هنتعلم اي انتجريشنز عن الفورمز، احنا بس هنشوف شكلها عامل ازاي وبتتعمل ازاي. برضو في الكورس الادفانس ده نبتدي نشوف الانتجريشنز بتاعتها، سواء هنسيف السبمشنز على الويب سايت بتاعنا او هنحط السبمشنز دي على CRM مثلا. فده هيبقى في فيز 2 ان شاء الله. واخيرا عندنا الفوتر بتاعنا، وطبعا كل الديزاين هيكون معمول على التلات مقاسات بتاعت الشاشات بتاعتنا. فده كان فيديو تعريفي كده عن الكورس او عن البروجكت اللي احنا هنشتغله، هيكون في اخره شكله عامل ازاي. وطبعا هحط لينك للفيجما فايل ده بحيث ان لو حد عايز يتفرج عليه قبل ما نبدأ في الليسون الجاي.